فيلمنا بيبدأ مع ولد صغير اسمه بريستن، وكان عايش مع باباه ومامته واخواته الكبار اللي كانوا دايما بيضايقوه. وكمان اخر حاجة عملوها اخدوا جزء من اوضته عشان يعملوا فيها مكان للكمبيوتر. وبعدها بنشوف ابو بريستن وكان اسمه فريد، وباباهم دايما كان بينصر اخواته الكبار على بريستن، وكان على طول بيشجعهم على المشاريع اللي بيعملوها. وطبعا بريستن كان متضايق من كل اللي بيحصل ده، وكان شايف نفسه ان هو اقل من اخواته بكتير. وبعدها بشوية بيروح الملاهي مع صاحبه بوتش عشان يحتفلوا بعيد ميلاده. وللأسف بريستن بابا ما ادالوش غير $10 بس علشان يتفسح بيهم. طبعا ما قدرش يركب الألعاب الغالية وركب الألعاب الرخيصة بتاعة العيال الصغيرة. وكمان كان أصحابه بيقعدوا يتريقوا عليه عشان ما كانش معاه فلوس يلعب زيهم. وبرغم كده إن عيلة بريستن ما كانتش فقيرة، بس بابا كان عنده مبدأ، هو إن إزاي يوفروا ويصرفوا فلوسهم صح. وعشان كده عمر بريستن ما جاب اللي نفسه فيه. وفي اليوم اللي بعده اخوات بريستن بعد الفطار كانوا رايحين ماتش بيسبول، وبريستن كان نفسه يروح معاهم بس للاسف ما كانش معاه تمن التذكره. فبابا قال له انه لو حوش الفلوس هيقدر يعمل بيها اللي هو عاوزه. فبريستن ساعتها اعترض وقال له احوش ازاي وانا اصلا ما باخدش مصروف. وبعدها بشويه مامته ادت له ظرف وكان جواه هديه من جدته علشان عيد ميلاده، والظرف ده كان في قلبه شيك على بياض. فبريستن لما شافه كان مفكر ان هو اي كلام عشان الشيك ما كانش مكتوب فيه المبلغ اللي المفروض يصرفه. فبابا اخده منه وكتب في خانة المبلغ $11، وده المبلغ اللي هو شايفه مناسب علشان يديه للطفل. ولكن لما بريستن شاف ده قال له ان المبلغ قليل جدا. فبابا ساعتها حاول يقنعه وقال له ان المبلغ ده كفايه، واداله نصيحه ان هو لو عرف يحوش ويستثمر هيبقى معاه ملايين كتير في المستقبل. فبريستن بعدها دخل على النت ولقى ان $11 دول محتاج 345 سنة عشان يتحولوا ل1,000,000 $. وبعد لما شاف الرقم ده اتأكد ان هو عمره ما هيبقى مليونير في يوم من الايام. لكن دايما بريستن كان عنده حلم ان هو يبقى ليه بيته الخاص وعنده فلوس كتير جدا في البنك. كان كل يوم بيتمنى الامنية دي قبل ما ينام. وقتها بنشوف في الشارع واحد اسمه كويجلي، وكان نصاب وهربان من السجن، وكان اليوم كله مطرة. وساعتها كان رايح مبنى مهجور عشان يخبي $1,000,000 اللي هو سرقهم. وكان بيفكر ان هو يعمل بطاقة جديدة ويعيش بيها باسم غير اسمه، ولكن عشان الفلوس ارقامها متسجلة كان سهل ان هو يتقبض عليه من الشرطة بسهولة. فساعتها بيقعد يفكر في خطة، وبعدها بيروح لرئيس البنك اللي اسمه بايدر مان. ورئيس البنك ده كان راجل فاسد وشريك في عمليات غسيل الاموال. وكويجلي وقتها كان كل اللي عاوزه انه يبدل $1,000,000 اللي معاه ب$1,000,000 تانيين، وده عشان يصعب الامر على الحكومة انها تقبض عليه. وفضل شويه يقنع بايدر مان، وده لان بايدر مان ما كانش عاوز يتورط في عمليات غسيل اموال تاني. لكن كويجلي ساعدها بيهدده ان هو هيقتل عيلته لو مساعدوش وتعاون معاه. فبايدر مان ما كانش قدامه حل وقرر ان هو يوافق ويساعده، وكمان بيقترح عليه انه هيسلمه الفلوس تاني يوم، وقال له ما يجيش البنك تاني ويبعت حد غيره يستلم الفلوس. وفي نفس الوقت ده بريستن بيروح البنك عشان يصرف الشيك اللي ب$11. كمان كان عاوز يفتح حساب في البنك. ولما دخل هناك قابلته موظفة جميلة اسمها شاي، وعرفته انه للأسف مش هيعرف يفتح حساب، وده لان الحد الادنى عشان يعرف يفتح حساب لازم يكون معاه $200. فبريستن ساعتها بيوعدها ان هو هيرجع تاني وهيكون معاه المرة الجاية $200 اللي هيفتح بيهم الحساب. وبعدها لما خرج صاحبه باتش خطف من ايده الشيك وجري. فبريستن طلع يجري وراه بالعجلة، لكن بريستن بعد شوية وقع بالعجلة، وكمان كويجلي خبطه بالغلط بعربيته. وطبعا عشان الدنيا اتلمت على كويجلي طلع الشيك وكان هيكتب لبريستن فلوس تعويضا ليه عن عجلته. وقبل ما يكتب الرقم في الشيك شاف عربية الشرطة قريبة منه، فساب الشيك على بياض وهرب بسرعة بعربيته. وبريستن بعدها لما رجع البيت باباه فريد هزقه عشان كسر العجلة بتاعته، وفضل مقعده في اوضته اسبوع كعقاب ليه. والغريب ان بريستن ساعتها ما حكاش لمامته وباباه حكاية الحادثة والشيك. وبالليل وهو قاعد في اوضته كتب في خانة المبلغ اللي في الشيك $1,000,000 وكتب عليه اسمه مزيف عشان محدش يعرفه. وتاني يوم بريستن راح للبنك عشان يصرف الشيك، لكن ساعتها الموظفة افتكرت ان هو بيهزر واخدت بريستن والشيك وودتهم عند مدير البنك. وطبعا المدير اول لما مسك الشيك وشاف امضة كويجلي عليه وافتكر ان الولد ده هو اللي بعت كويجلي حسب الاتفاق اللي بينهم. فبريستن وقتها قلق وقرر ان هو يسيب الشيك ويرجع للبيت، لكن بايدن مان ساعتها وقفه واتفاجئ ان هو بيديله $1,000,000 في ايده
وبيحط المليون كلهم في شنطة بريستن. وبريستن وهو خارج من البنك خبط في الراجل اللي بعت كويجلي، بس الراجل فكر ان هو مجرد طفل عادي وسابه يمشي. وبعدها بيخش البايدر مان وبيقدم له نفسه وبيعرفه ان هو تبع كويجلي. فبايدر مان وقتها لاحظ اللخبطة اللي عملها وطلع يجري بسرعة عشان يلحق بريستن. وطبعا بريستن كان مشي وهرب من بدري، وطبعا لان الفلوس دي مش رسمية بايدن مان مش هيقدر يبلغ الشرطة. وبريستن اول لما بيروح البيت بيبدأ يدور على بيوت معروضة للبيع، وفعلا بيلاقي بيت مناسب وبيكلم صاحبة البيت وبيستخدم صوت غير صوته وبيشتري منها البيت ب 300,000 دولار. ولما صاحبة البيت بتسأل عن اسم المشتري بريستن بيقول لها ان اسمه ماكنتوش. وبعد لما خلص الصفقة كان فرحان جدا وفي منتهى السعادة لان كده يبدأ يحقق احلامه كلها. وبعدها لما كويجل اكتشف ان الفلوس ضاعت اتعصب جدا وكان مصمم انها غلطة بايدر مان، ولكن بعدها بثواني افتكر الشيك اللي على بياض اللي اداه للولد الصغير. وساعتها التلاتة بيتحدوا وبيقرروا ان هم يروحوا للاماكن اللي بيتجمع فيها الاطفال عشان يلاقوا الولد اللي سرق منهم الفلوس. وفي نفس الوقت ده بريستن بيقرر يشتري عربية ليموزين وبيطلب من السواق ان هو ياخده من البيت. ولما السواق بيوصل عند بيته بريستن بينزل من الشباك وبيقابل السواق وبيعرف ان هو اسمه هنري. ولما هنري بيشوفه بيفكر ان الولد بيضحك عليه، بس اول لما بريستن بيطلع له الفلوس هنري بيقتنع وبيبدأ الشغل معاه وكمان اعتذر له وقعده ورا في الكنبة. ولما السواق سأله عن مين اللي اشترى العربية دي بريستن قال له اللي اشتراها اسمه ماكنتوش. وبريستن كان دايما بيدعي ان هو موظف وشغال مع ماكنتوش. وهنري من بعدها بقى بياخد بريستن لأي مكان يطلبه، وكانوا بيروحوا يشتروا هدوم وتلفزيونات وألعاب كتير عشان بريستن كان عاوز يملى بيته الجديد. كان بيشتري كل الحاجات اللي نفسه فيها. وفي يوم من الأيام وهو راجع للبيت شاف موظفة البنك شاي ولقاها كمان فاكراه وبتسلم عليه. فبريستن بيعرفها ان هو كسب فلوس وقريب قوي هيقابلها في البنك. وبعد لما بيسيبوا بعض بنشوف شاي وهي بتتكلم مع راجل في السر وبتحكي له كل حاجة. وبنعرف وقتها ان شاي شغالة عميلة سرية في المباحث الفيدرالية وكانت في مهمة لكشف عمليات غسيل الأموال اللي بتحصل في البنك. وفي اليوم اللي بعده بنشوف فريد وهو رايح الشغل بتاعه وعربيته وهي خارجة بتخبط في عربية نقل كبيرة. وكان في وقتها عربيات كتير جدا وكانوا بينقلوا ألعاب وأجهزة وتلفزيونات للبيت اللي جنبهم. فبيروحوا بيسأل سواق العربية بيسألوا مين صاحب الحاجات دي. لما بيدخل البيت بيتفاجئ ان ابنه الصغير هو اللي بيوجه العمال وبيعمل كل حاجة. ولما فريد بيسأل بريستن عن اللي بيحصل بريستن بيقول له انه بدأ شغل من فترة عند جارهم الجديد ماكنتوش. ففريد ساعتها ما كانش عايز ابنه يشتغل عند حد غريب، لكن بريستن بيحاول يقنعه ان ماكنتوش راجل كويس وبيأمر كمان العمال انهم يفتحوا الطريق لعربية باباه عشان يعدي. ففريد ساعتها كان شايف الموقف مش مصدق ان ازاي ابنه الصغير مسيطر على كل دول. وبعد فترة صغيرة بيت بريستن خلص بنشوف فيه مكان لسباق العربيات والعاب الفيديو والعاب كتيره جدا. وكمان بريستن عمل لنفسه مكتب خاص وكان موصل المكتب ده بحمام سباحه. بنشوف كويجلي وبايدر مان بيلفوا في كل الملاهي عشان يدوروا على الولد الصغير اللي ضحك عليهم. والصوره الوحيده اللي كانت معاهم للولد كانت متاخده من كاميرات البنك. وفي نفس الوقت ده قصه المليونير اللي موجود في المدينه بدات تنتشر، وحتى لما العميله شاي سمعت عن ماكنتوش شكت ان هو واحد من التشكيل العصابي. وفي يوم من الايام شاي راحت القصر بتاعه بس لقت قدامها بريستن، ولما سالته عن ماكنتوش قال لها ان هو حاليا في اجتماع وهيحدد لها معاه مقابله الشهر الجاي. وشاي بعدها كانت هتمشي بس قالت لبريستن ان هو هيحدد لها ميعاد قريب عشان عاوزه تشوفه. فبريستن بيضحك عليها وبيقول لها ان هو المدير المالي لماكنتوش. وبعد لما مشيت بريستن راح واخد نصيحه السواق هنري عشان عارف ان هو بيقابل ستات كتير. فهنري قال له ان الستات مش محتاجه اكتر من الفلوس. ومع مرور الوقت هنري بقى الانتيم بتاع بريستن وكانوا دايما عايشين مع بعض. وحتى قصة بريستن كانوا مفكرين ان هو شغال مع ماكنتوش، لكن فريد برضه كان رافض ان اللي بريستن بيعمله، وكمان كان رافض ان هو يخرج بالليل. فبريستن ساعتها بيستغل الفرصة وبيقول لابوه ان هو لو سابه يخرج بالليل هيعرض على ماكنتوش انه يشغله معاه. ففريد ساعتها بيغير رأيه وبيوافق ان بريستن يعمل اللي هو عاوزه. وبعدها بالليل بريستن بيقابل شاي في المطعم علشان يتعشوا سوا، وبريستن بيقدم لها عقد هدية بس قال لها ان العقد ده ماكنتوش هو اللي بعته لها. وبدأ يسألها عن مواعيدها ومواعيد شغلها في البنك، وكان دايما بيقول لها ان كل الأسئلة دي
ماكنتوش هو اللي عاوز يعرفها. وبعد لما خلصوا العشاء خرجوا عشان يرقصوا في النافورة، بس في نفس الوقت ده كويجلي وعصابته كانوا في نفس المكان وشافوا بريستن، فبريستن بسرعة بيهرب وبياخد شاي معاه. وقبل ما يسيبوا بعض بريستن بيعزم شاي على حفلة عيد ميلاد ماكنتوش وهتبقى في آخر الأسبوع، وبيقول لها إن ماكنتوش هيبقى موجود في الحفلة. فشاي بتوافق وبتقول له إن هي هتحضر. وتاني يوم بريستن بيأجر منظمة حفلات وبيديها $10,000، والمنظمة ساعتها كانت عاوزة تعمل حفلة تنكرية عشان تلم من وراها مكاسب كتير. وهنري بالليل راح عند أصحابه وساب بريستن لوحده في البيت. وبريستن لما لقى نفسه وحيد راح تاني يوم للحديقة عشان يفتكر ذكرياته هناك، بس للأسف في نفس الوقت ده كويجلي والعصابة كانوا برضه في الحديقة وبيدوروا عليه. وأول لما بيشوفهم بيجري بسرعة بالعجلة بتاعته وهم كمان بيطاردوه، بس بعد كده عربيتهم بتطلع فوق عربية تانية وبريستن بيقدر يهرب منهم. بس قبل ما بيستسلموا بيلاقوا في وشهم صاحب بريستن، فبياخدوه وبيحطوه على سور وبيهددوه ان هم هيرموه لو ما قالهمش على اسم صاحبه وعنوانه. وتاني يوم كانت نهاية الاسبوع، واليوم ده كان يوم حفلة عيد ميلاد ماكنتوش وكل حاجة في المكان كانت متنظمة، بس برضه اخوات بريستن كانوا عمالين يضايقوه. وبالليل بدأت الحفلة والزوار بدأوا يجوا من كل مكان عشان يشوفوا ماكنتوش. ولما بريستن راح يفتح الهدايا لقى قدامها حارس، والحارس فهمه ان محدش يقدر يفتح الهدايا دي غير ماكنتوش نفسه. وكمان بريستن بيلاقي ان الاكل وحش جدا عشان متوقع ان الاكل كان هيبقى بيتزا وايس كريم. وطبعا في نفس الوقت ده كان موجود في المكان شاي والفريق بتاعها، وعرفوا وهم هناك ان ماكنتوش ملوش اي سجل سابق قبل كده، وده كان معناه ان هو مجرم خطير. فبيخطط الفريق انهم لازم يقبضوا عليه النهارده. وبعدها بشويه منظمه الحفلات بتروح لبريستن وبتديله فاتوره تكلفتها $100,000. فبريستن لما راح وراجع الحساب بتاعه لقى نفسه صرف $1,000,000 في 7 ايام بس، ومش فاضل منهم دلوقتي غير $300 فقط. فبيخرج بعدها لمنظمه الحفلات وبيقول لها ان ماكنتوش مفقود ومش هيقدر يديها فلوس الا لما هو يجي. فمنظمه الحفلات بتبدا تزعق وبتصرخ في المعازيم كلهم، دي كمان بتطرد كل الناس اللي في الحفله. فساعتها الناس بتبدا تخرج وكمان بياخدوا الهدايا اللي كانوا جايبينها. وبريستن بعد ما الموضوع بيخلص بيفضل لوحده في اوضه الكاميرات. ساعتها كويجلي والفريق بتاعه وصلوا له وطلبوا منه ان هو يرجع $1,000,000، وبريستن بيقول لهم ان هو صرف الفلوس بس هم مش مصدقينه. وكويجلي كان متجنن ومش متوقع ان في طفل في العالم يعرف يصرف $1,000,000 في اسبوع. فبايدر مان وقتها بيقترح ان هو يبدل الاسامي، وخاصه ان ماكنتوش ده مش موجود اصلا. فالفكره بتعجبهم، بس مشكلتهم الوحيده كانت مع بريستن لان هو ممكن يحكي اللي حصل ده لاي حد. وبريستن لما سمع ان هم عايزين يخلصوا منه طلع يجري بسرعه وكلهم بداوا يطاردوه. وطبعا بريستن عشان عارف كل حاجه في البيت قدر يهرب منهم عن طريق الزحلية اللي موجودة في المكتب. بس كويجلي قدر يمسك بريستن، بس في نفس الوقت وصلت الشرطة الفيدرالية وبتطلب من كويجلي انه يسيب الولد، وكمان بيقبضوا عليهم كلهم بتهمة غسيل الأموال والسرقة، وتعاملوا مع كويجلي على انه ماكنتوش. وبكده بريستن ما بيبقاش عليه اي مشكله لان مفيش اي حاجه باسمه. وبعدها بريستن بيكتشف ان شاي عامله سريه للمباحث الفيدراليه وبيعرف انها مستحيل تبقى صاحبته زي ما هو كان عاوز. شاي ساعتها بتبوسه وبتطلب منه ان هو يقابلها بعد 10 سنين. وبريستن لما بيخرج من البيت بيلاقي هنري مستنيه ومعاه كارد الايس كريم. ولما هنري بيعرف انهم مش هيشوفوا بعض تاني بيودعه وبيتمنى له حظ سعيد. ولما بريستن بيرجع البيت مع باباه بيلاقي ان عيلته عامله له حفله وجايبين له تورته كبيره. ولما مامته طلبت منه ان هو يتمنى امنيه بريستن سكت، وده لان هو حقق كل اللي نفسه فيه، واللي بيتمناه دلوقتي ان عيلته تحبه. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم تنساش شير ولايك وسبسكرايب عشان تشوف كل جديد.